لا حول ولا قوة الا بالله. هو ده الزمالك، لو عمل غير كده ما يبقاش الزمالك. والله العظيم ما ينفعش نصعد كده في المرتاح، لازم سيناريو كلنا نتجنن فيه. هو ده الزمالك اللي اتعودنا عليه. والله لو عمل غير كده ما يبقاش الزمالك. صلي على النبي كده واخبط لايك وتعالالي. الزمالك يخسر امام زيسكو ويعقد الدنيا. الزمالك ما ينفعش يتأهل في المرتاح، ما ينفعش يريحنا كده على طول، لازم سيناريو يجننا كلنا فيه. عشان كده جمهور الزمالك جات له حالة الجنان. والله العظيم ده بجد. انا اولا مش هتكلم على ضربة الجزاء اللي من وحي الخيال، ده احنا اللعيبة بقت تتضرب بالكعان والحكم ولا شايف ولا هنا. ناصر منسي بيحجز على كورته عطاله انذار. انا مش فاهم فيه ايه، بس هو الزمالك معودنا على كده. يعني الزمالك معودنا على كده. احنا لو كنا كسبنا كنا خلاص اتأهلنا في المرتاح. قال لك لا يا باشا، استنى بقى لاخر جولة. اخر جولة دي انت ممكن تتأهل وممكن ما تتأهلش، بس هو الزمالك ده اللي اتعودنا عليه يعني. بس احنا لو ما تأهلناش اقسم بالله، اقسم بالله انا ما مسامح في الكرة دي. والله العظيم يا صبحي ما مسامحك في الكرة دي. كرة كايزر تشيفز انا مش مسامحك فيها. اتأهلنا ما تأهلناش انا مش مسامحك فيها. والله العظيم ما مسامحك فيها يا صبحي. هو ده الزمالك يا جدعان، واحنا اتعودنا على كده. وطبيعي اللي حصل، يعني طبيعي جدا. انت ما عندكش امكانيات، ما عندكش فلوس، موقوف قيد، مفيش صفقات، مفيش اداره، الدنيا بايظه. حتى اللعيبه اللي موجوده نصها غايب. اللعيبه اللي بنقول مفيش لعيبه، مفيش اوبشن اصلا، نصها غايب، فمفيش اوبشن عندك. فده طبيعي يحصل، طبيعي جدا. وبتلعب بره ارضك، ملعب زباله، الحكم مش معاك، الحكم ضدك، فالدنيا بايظه خالص. والله العظيم الدنيا بايظه خالص. بس هو ده الزمالك. هنرجع ونقول هو ده الزمالك اللي اتعودنا عليه، مش حاجه جديده يعني. هو حتى لو الملعب كويس والحكم كويس هو ده الزمالك. ما ينفعش يتأهل في المرتاح كده، لازم سيناريو مجنون. ما ينفعش والله يتأهل في المرتاح. والمصري كمان اتظلم في الهدف الثاني بتاع كايزر تشيفز. الهدف الثاني اوفسايد 100%. اتظلم، ما علينا من ده. انا مش عارف ليه الكاف بجد مش حاطط الفار في دور المجموعات. دي كارثه، والله العظيم كارثه. انك تلغي الفار من دور المجموعات دي كارثه. في كوارث بتحصل اقسم بالله. بتدي فرصه للحكام تعمل اللي هي عايزاه. والله ده بجد فعليا يعني. بتدي فرصه للحكام تعمل اللي هي عايزاه. فالمجموعه كده شكلها غريب قوي. كايزر تشيفز اول المجموعه، الزمالك الثاني، المصري الثالث. كايزر تشيفز ب 10 بونت اول المجموعه، الزمالك ب 9 بونت ثاني المجموعه، المصري ب 7 بونت ثالث المجموعه. فاحنا نكسب الماتش الجاي اتاهلنا رسمي، ما فيهاش. نكسب الماتش الجاي اتأهلنا رسمي، ما فيهاش كلام. اصل انت المصري كده كده هيكسب زيسكو، كسب زيسكو هيبقى 10 بونت، وانت تكسب كايزر تشيفز انت تتأهل، ومعاك يا كايزر تشيفز يا المصري. الموضوع بسيط جدا، ما فيهوش اي صعوبه غير ان انت تكسب الماتش اللي على ارضك. هو كايزر تشيفز فرقه تقيله جدا، بس انت كنت هتكسبها هناك. يعني لو هتتكلم انت كنت هتكسب كايزر تشيفز هناك. فالموضوع يخلص على طول، تكسب الثلاثة بونت خلاص انت اتأهلت، ما فيهاش كلام. الماتش على ارضك وسط جمهورك، اعمل اللي انت عايزه بقى. 3 بونت خلصت الدنيا، ما فيهاش تعادل، ما فيهاش تعادل يا زمالك. عشان عارفك بتيجي في المواقف دي تعمل كل حاجة، وتيجي في النهايات انسى. لازم انكد على الجمهور، لازم ابوظ الدنيا واعك الدنيا. فاحنا باذن الله نكسب الثلاثة بونت بتوع كايزر تشيفز ونتأهل في المرتاح. هيجي لك بقى المصري كايزر تشيفز وراك، ايا كان احنا مش هتفرق معانا. احنا المهم نتأهل على الوضع ده يبقى انجاز. اقسم بالله احنا على الوضع اللي احنا فيه وعدم الاستقرار ومفيش صفقات ووقوف قيد والدنيا بايظه، احنا عاملين انجاز. والله العظيم ده بجد. هو طبيعي اللي حصل، طبيعي جدا. والله العظيم طبيعي جدا وكان لازم يحصل. بس حصل يفوقنا، اللي حصل ده يفوقنا باذن الله خير. وباذن الله نتأهل، نكسب الماتش الجاي اللي على ارضنا اتأهلنا خلاص. ما فيهاش يعني، مش هتخش في حسبة بيرما. تكسب الماتش الجاي الموضوع خلاص. ركز يا زمالك عشان مش ناقصه، والله العظيم ما ناقصه، هي واقفه على تكه اصلا. نكسب الماتش الجاي الموضوع خلص.